تعمل ايه لو عندك ازمه ماديه؟ رقم واحد، اشتغل. لازم تشتغل كتير. طيب انا بشتغل اكتر من شغلانه وما عنديش وقت، يبقى ضحي بواحده منهم علشان تقدر تعمل حاجه تكون خاصه بيك، تقدر تعمل لك تدفق نقدي عشان يساعدك في الازمه الماليه الحاليه. طبعا الشغل الخاص بيك ده في حاجات كتيره جدا ينفع تتعمل من غير راس مال في الاول. حاجه بقى اللي لازم كل الناس تعملها هو الاستثمار. لازم تبقى بتستثمر باي مبلغ. لو انت معكش فلوس اتصرف، حتى ولو في 1000 جنيه ينفع تعمل بيها استثمار. انما لو انت معاك فلوس وتقدر تعمل ده، اوعى تتردد في انك تبتدي في اي استثمار يناسب المبلغ ده. الاستثمار هو اللي بيحميك من الازمات الماديه اثناء التضخم. سواء معاك فلوس او ما معكش فلوس، لازم تفكر ازاي تقدر تبقى بتدير وتستثمر في اي مبلغ، لان الاستثمار ملوش حدود معينه. مش لازم يبقى معاك مبلغ كبير علشان تبقى بتستثمر. الاستثمار هو انك بتجيب فلوس وتخليها تشتغل عندك تعمل لك ارباح، ايا كان الفلوس دي كام. الحلقه